شايفين البيتزا العملاقة دي؟ الأستاذ أنطونيوس نفسه ياكل بيتزا، وأنا مفيش حيل ولا أعجن ولا أفرد ولا أوسخ المطبخ بدقيق، فقلت النهارده هعمل لكم فكرة خطيرة، بيتزا سهلة وسريعة ومن غير عجن. تعالوا أقول لكم هنعملها إزاي. أول حاجة معايا في العجينة السايلة معايا 4 كوبايات من المية الدافية. كده حطينا 4 كوبايات مية دافية، والكوباية اللي هنعاير بيها المية هي نفس الكوباية اللي هنعاير بيها الدقيق. معلقة كبيرة سكر، معلقة كبيرة خميرة، معلقة كبيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة زعتر، وندي تقليبة لكل المواد السايلة معانا. لو انتم مش متأكدين من الخميرة بتاعتكم سيبوها 10 دقايق على جنب لغاية لما تبدأ تعمل رغاوي، لكن انا الخميرة بتاعتي انا متعودة عليها. انا بس هقلب كل المكونات السايلة معايا كويس. ومعايا هنا 6 كوبايات دقيق حوالي 750 جرام. طبعا انا مستخدمة 6 كوبايات و4 كوبايات مية. طبعا تقدروا تعملوا مقدار اقل من كده، وبعد كده هبدأ ازود الدقيق شوية بشوية، ولا هنعجن ولا هنتعب ولا اي حاجه. واحط معلقه صغيره ملح، ونبدا نقلب. وطبعا لازم الدقيق بتاعنا يبقى منخول. هنقلب اول لما الدقيق يبدا يختفي هنزود شويه دقيق كمان. على ما اظن مفيش اسهل من كده، ولا هنعجن ولا هنتعب نفسنا. دي بيتزا المستعجلين يا جماعه. ونقلب، وهنفضل نقلب كويس جدا لغايه لما ما يبقاش فيه اي تكتلات في البيتزا بتاعتنا. يعني هنقلب حوالي دقيقه مش اكتر من كده. معايا هنا ربع كوبايه زيت نباتي او زيت زيتون زي ما تحبوا. شايفين القوام البيتزا الخطير اللي ما خدش؟ بصوا قوام العجينه حلو ازاي. كده احنا خلصنا. انا بس هنلم العجينه كده عشان ما تبقاش متنطوره في كل حته، وبعد كده هغطيها وهسيبها تستريح لمده نص ساعه وتبدا تخمر، لان هي مش هتحتاج وقت طويل لان هي العجينه بتاعتها سايله مش متماسكه. نركنها على جنب ونبدا بقى نجهز احلى صلصه للبيتزا. دي اسهل طريقه لصلصه البيتزا. معايا هنا كوبايه صلصه جاهزه او صلصه من اللي انتم مسبكينها كويس جدا ومتصفيه، وهحط لها نص معلقه صغيره ملح وربع معلقه صغيره فلفل اسود، نص معلقه صغيره توم باودر وبصل باودر، نص معلقه صغيره زعتر، ربع معلقه صغيره كمون وربع معلقه صغيره كزبره، معلقه صغيره سكر، معلقه كبيره زيت زيتون. بس على ما اظن مفيش اسهل من كده. وهنقلبها كويس جدا. معانا حاجه من الاتنين، لا ندخلها الميكرويف لمده دقيقه او نحطها على النار لمده دقيقتين 3 لغايه لما تسخن وكل المكونات تدوب مع بعض كويس. انا عن نفسي هحطها دقيقه في الميكرويف وخلاص. عايزين تخففوها خففوها، بس انا مش حابه اخففها المره دي لان البيتزا عندي سايله، فانا مش عايزاهم يدخلوا في بعض، فانا عايزاها تقيله شويه. ده شكل العجينه بتاعتنا بعد ما خلاص خمرت. انا سبتها تستريح نص ساعه بس. وطبعا جهزت معايا زيتون وفلفل وطماطم، تقدروا تحطوا بصل كمان لو بتحبوا. وكمان انا عندي صدور مدخنه انا هستخدمها. ممكن تستخدموا بيبروني، ممكن تستخدموا صدور فراخ عاديه مشوحينها او لحمه مفرومه. استخدموا الحشوه اللي انتوا تحبوها. دلوقتي هجهز الصينيه معاكم، دهنتها زيت. وهنجيب بقى دقيق سمولينا اللي هو دقيق البسبوسه او دقيق ابيض عادي، بس انا بحب دقيق السمولينا اكتر. ونبدا نرشه بالشكل ده بعد ما دهنا الصينيه زيت. الخطوه دي مهمه جدا عشان البيتزا بتاعتنا ما تلزقش. لو ما عندكمش دقيق بسبوسه مفيش مشكله، استخدموا دقيق ابيض عادي. هنا بصوا العجينه عامله ازاي، قوامها رهيب. اللي هعمله دلوقتي هبدا اوزع العجينه بتاعتي في الصينيه. هي ممكن دي الصينيه كبيره 40 في 60، ممكن نعملها في كذا صينيه. انا مش هاخدهم كلهم عشان ممكن اعمل صينيه كمان. هجيب اي سباتيولا كده بس وندهنها زيت دهنه كده خفيفه عشان ما تلزقش معانا. اي سكرابر او اي سباتيولا. بصوا ونبدا نفردها، ولا فرد ولا اي حاجه، الموضوع سهل جدا. بصوا انا هسيبها 5 دقايق بس تستريح وتبدا تعمل لنا وش من فوق عشان اقدر احط صلصه البيتزا. هركنها على جنب، وباقي العجينه بتاعتي هعمل بيها صينيه صغيره 30 في 30. ودي الصلصه اللي جهزناها. دلوقتي بقى هنحطها على البيتزا بتاعتنا. بصوا نوزعها بعد كده نفردها فرده خفيفه.
بصوا معايا خلاص حطينا الصلصه بتاعتنا. نبدا بقى نحط جبنه موتزاريلا. انا بحب احط رشه الاول قبل الخضار، رشه خفيفه كده. كل ما تكتري جبنه موتزاريلا كل ما تشد. بس انا ايه بحب قبل ما احط الخضار عشان يلزق عليها الخضار يبقى متماسك فيها، احب احط رشه جبنه موتزاريلا من تحت كده. والحشوه براحتكم بقى. انا عامله هنا صدور مدخنه قبل كده، هاخد منها كام واحده، هحط نصها بس صدور مدخنه والنص التاني هعمله بالخضار. يعني ايه هبدا ايه يعني اقطعها كده بالشكل ده. يعني ايه عايزه تبقى نساير ما تبقاش حتت كبيره عشان تبقى موجوده في كل البيتزا. الصدور المدخنه دي هايله. والنص التاني هحط خضار بس. معايا هنا فلفل الوان، هنبدا نحط رشه كده ورشه فلفل اخضر بالشكل ده. يعني الخضار براحتكم، حطوا الخضار اللي انتوا تحبوه. الخضار بيبقى طعمه حلو في البيتزا، زودي خضار. والطماطم انا شايله منها البذر. بصوا شكلها حلو قوي. ممكن ببروني بقى لو انتوا بتحبوا الببروني. وحبه زيتون كده حلوين. انا بحب الزيتون الاخضر اكتر من الاسود. الاسود مش كل الاوقات بيبقى حلو، فانا بحب اجيب الاخضر اكتر. انتوا تقدروا تحطوا الزيتون اللي انتوا بتحبوه. بس حطينا زيتون، حطوا زيتون بقى براحتكم بالكميات اللي انتوا بتحبوها. ونجيب بقى الجبنه الموتزاريلا ونبدا نزودها بالشكل ده. يعني ايه كتري كتري. بصوا ده انت مكتره يعني. مش مكتره، انا بحس يعني ايه البيتزا من غير جبنه موتزاريلا ما تبقاش بيتزا. صح. بصوا اللي فيها خضار يعني هحط لها طماطم من فوق عشان تبقى واضحه بالشكل ده. ونحط لها كمان زيتون من فوق زياده برضو. بتاع الصدور المدخنه يعني ايه هنحط شريحتين كده انا بس عشان اميزهم. بس ده شكل البيتزا العملاقه بتاعتنا. دلوقتي بقى هنروح ندخلها الفرن على اعلى درجه حراره. الرف اللي من تحت في الفرن، ولازم الفرن يكون شغال قبلها مش اقل من 10 دقايق. وهتاخد معانا هنسيبها 10 دقايق من فوق، وبعد كده نروح مطلعينها تاخد 5 دقايق لغايه لما الجبنه تسيح وتستوي معانا وارجع لكم تاني. وده شكل البيتزا بتاعتنا بعد ما استوت. بصوا شكلها خطير. يلا بقى نفتحها. مش عايزه اقول لكم طريه قد ايه. تعالوا نقطع كده حته ونشوف الاخبار ايه. يلا بقى نطلع البيتزايه الخطيره بتاعتنا. بصوا شكلها حلو ازاي، بصوا لونها من ورا عامل ازاي، وطالعه من الصينيه زي الفل. بصوا البيتزايه، بصوا شايفين. انا بس عايزه اوريكم ان هي مستويه من جوه. بصوا العجينه من جوه عامله ازاي. طعمها تحفه، جربوها ومش هتندموا ابدا. اتمنى لو لسه ما اشتركتوش معايا في القناه تشتركوا، وكمان ما تنسوش تعملوا فولو للصفحه. اشوفكم على الف خير، مع السلامه.